السحور في رمضان ما ينفعهوش إلا الزبادي، لازم بعد ما ناكل ونتسحّر كده الأكلة المعتبرة، نهضم بقى بحاجة light كده تخفِّف علينا الأكلة اللي إحنا أكلناها، فده لازم الزبادي، الزبادي في البيت أوفر وأحلى وأطعم بكتير أوي. يالّا دوسي بقى على اللايك والشير والسبسكرايب لو لسه أنتِ ما اشتركتيش معايا في القناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس. تعالي بقى هنا، أنا معايا هنا ده كيلو من اللبن، اللبن ده مش لبن اللبان، ده اللبن المبستر العادي، عشان في ناس كتير أوي بتسأل هو أنا ينفع أعمله باللبن المبستر والّا لازم اللبن السايب بتاع اللبان؟ لأ، ممكن نعمله باللبن المبستر عادي خالص. اللبن مدفياه شبه دمعة العين كده، اللي هو تقدري إن أنتِ تحطي صُبعِك فيه مستحملاه، ما يبقاش سخن علينا عشان ما يموتش مننا خميرة الزبادي بتاعتنا. هانزل عليها بنُص كوباية من الزبادي البلدي العادي خالص، عايزة تستخدمي الزبادي اللي هو الشركات برضه ما فيش مشكلة. هادوّب بقى الزبداية دي، نُص الزبداية دي، أنا نُص الزبداية دي تقريبًا كانوا معلقة ونُص كبار من الزبادي، عايزة تحطّي العلبة كلّها براحتك، بس يعني ما تقلّليش عن معلقة ونُص وما تكتّريش عن علبة زبادي. قلّبي بقى دوّبي الزبادي ده حلو أوي كده، وبعد كده هانزل عليه كمان بشوية من اللبن اللي معايا ده، عايزة أخلطهم كويس أوي لحد ما يبقوا creamy معايا، مش عايزة يبقى فيهم كُتل خالص، وهانزل كمان بمعلقة كبيرة من السكر. ساعات كده بناكل زبادي بنجيبه من برّه من السوبر ماركت بنحس إن طعمه مسكّر كده، مش محتاجة تحطّي عليه عسل ولا سكر ولا أي حاجة، ده بسبب معلقة السكر اللي بتتحط فيه وهو بيتخمّر، بجد بتخلّي الزبادي كده إيه، كإنِّك بتاكلي كريمة. هنقلّب بقى كل ده كويس أوي في الكوباية لحد ما السكر والزبادي اللي معايا يدوبوا خالص، مش عايزة أي تكتلات ولا حبيبات من السكر. وبلاش يا جماعة الخلاط بيعمل رغاوي كتيرة أوي وفقاقيع كده على الوش، يعني بصراحة أنا باحب أوي إن أنا أعمله بإيديّا كده، هو ما بياخدش وقت خالص، مجرد كام ضربة بالمعلقة زي ما أنتِ شايفة كده. بُصّي خلاص ما فيش الزبادي والسكر اختفوا تمامًا. هنحطهم بقى على اللبن اللي إحنا مجهزينه أهو. طيب لو أنتِ استخدمتِ اللبن اللبان هتغليه وتشيلي القشطة من عليه لمّا يبرد خالص عشان ما يبقاش تقيل، وبعد كده هاسيبه لحد ما يدفى خالص. هنا بقى نزّلت الخلطة اللي إحنا عملناها بتاعة الزبادي واللبن دي أو خميرة الزبادي بتاعتنا وقلّبنا كلّه مع بعضه عشان يدوب تمامًا. بعد كده بقى أنا جِبت الفخار اللي أنا هاحط فيه، عايزة تحطي كوبايات بقى فخار زي اللي عندي دي ما فيش مشكلة. أنا هنا كانت عندي مربى فراولة بيتي أنا اللي عاملاها في البيت ودي عملناها مع بعض، هتلاقوها عندي على القناة. واليومين دول الفراولة رخيصة أوي في السوق، فهاتي بقى وهتنفعِك كمان في السحور. ولو حابين إن إحنا نعملها تاني مع بعض اكتبوا لي في الكومنتات ونصورها وننزلها فيديو تاني. أنا حطيت هنا حوالي معلقتين كبار كده من مربى الفراولة عشان أعمل زبادي بطعم الفراولة، وعايزة أقول لكم إن هو طالع طعمه أحلى بكتير أوي من اللي بنشتريه من برّه. بُصّي يا دوبك بس بتحطي معلقتين كده في الأرضية بقى، هتحطي في كوباية أو فخار معلقتين بس. وبعد كده هاجيب بقى اللبن بتاعي بعد ما دوّبنا فيه الزبادي والسكر وكلّه، وحاملة بقى الفخار بتاعي. في الوقت ده أنا كنت مولعة الفرن على 120 أقل درجة حرارة لمدة 5 دقايق، أنا عايزة بس الفرن يدفى معايا وما يبقاش سخن، أنا عايزة الفرن دافي، فباولّعه على أقل درجة حرارة 5 دقايق كده. أنا باغلي مَيّة في الكاتل، بس ما باستناش لحد ما المَيّة تغلي يعني توصل لحد مرحلة الغليان، لأ تبقى سخنة وبتطلّع دخان كده وباطفّي عليها. بُصّي بقى هنا ما فيش أي أثر للزبادي ولا السكر، كلّه داب كويس أوي. هاجيب بقى المَيّة السخنة كده هتحطّي بقى في حلة، في صينية، أي حاجة، وهنحط بقى المَيّة السخنة. أهم حاجة بس تبقى المَيّة السخنة واصلة على الأقل لنُص الطاجن الفخار ده، أو لو هتحطّي في كوبايات تبقى واصلة للنُص، ما تخلّيهاش أقل من كده. لو خلّيتيها أقل من كده هتلاقي الزبادي بتاعِك مسك من تحت ومن فوق ما مسكش. فخلّي المَيّة السخنة واصلة على الأقل لحد نُص الطاجن الفخار. هاغطّيه بقى كده فوطة، قفّليه كده قفلة حلوة كده. أنا حطيت فوطة وعليه صينية وهادخّله الفرن بعد ما طفيته وبقى دافي معايا. تاني يوم الصبح أنا حطيته بالليل، تاني يوم الصبح طلّعته أول ما صحيت وحطيته في التلاجة لحد بالليل بقى. يعني هو ممكن في التلاجة هياخد له ساعتين 3 وهيبقى تمام. بُصّي بقى هنا سقع وبقى جميل وماسك نَفْسه وما فيهوش أي حاجة. تعالي بقى نكسر واحدة عشان في ناس اشتكت إن لمّا بتعمل الزبادي الفراولة ما بيمسكش. بُصّي بقى كريمة مش زبادي، ده حاجة كده كريمة. بُصّي بقى هاخد قطمة كمان كده، حتّة كمان. بُصّي بقى الفراولة طعمه مش قادرة أوصف لِك على جماله، جرّبيه وبجد مش هتشتري زبادي من برّه تاني أبدًا.